لأصحاب القلوب الضعيفة لا تشاهد هذا الفيديو. أهلا بيك صديق الأوتاكو في فيديو جديد، ولو أول مرة تشوفني فأنا آية سليم، أكتر أوتاكو مواضيعها تستفزك وكلامه ما يعجبكش، ولكن لو سمعتني للآخر ممكن تقتنع بوجهة نظري، المقدمة اللي ربنا ما يحرمناش منها أبدا. مش هطول عليك صديق الأوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل القناة ل 35,000 سبسكرايب، أنا مش طماعة. زي ما قلت لك صديق الاوتاكو، الفيديو ده مش لاصحاب القلوب الضعيفه، لاني هتكلم فيه عن سكويد جيم و6 انميات شبه سكويد جيم. فخلينا نبدا الاول في رايي في سكويد جيم الموسم الثاني. المسلسل جامد ما اختلفناش، ولكن الموسم ده كان فيه شويه ملل عن الموسم اللي فات. هتقولي ايه اللي انت بتقوليه ده كان نار. انا ما بقولش ان هو ما كانش نار، بس كان فيه تفاصيل ممكن تتشال، زي كل شويه يجيبوا لنا السلالم والديكور الرائع اللي هم عاملينه وصارفين عليه، الحوار الخارجي اللي كان بيدور ما بين الممثلين اللي هم كانوا بيدوروا على البطل، كان في برضو بعض مشاهد تفاصيل كتير كانت ممكن تتجرى تتشال خالص، وده انا كنت بعمله. كل شويه لما بييجوا يعملوا التصويت كان بيبقى طويل جدا، كل شويه يندهوا ارقام ويورونا الناس وهي بتصوت في وقت طويل جدا، كان ممكن يبقى اقصر من كده. مش بقول ان تفصيله ان هم كانوا بيصوتوا كتير دي كانت مش مهمه، لا هي كانت مهمه جدا، وطبعا هشرح لك سبب اهميتها كمان شويه. نقول برضو كلمه حق، في المجمل المسلسل جامد. طيب ليه انا شايفه ان حته التصويت كانت مهمه واضافه كويسه جدا في الموسم ده؟ احييهم عليها بصراحه، لان بيوري لك ان طمع الناس مش بيتغير حتى بعد ما بيعرفوا الحقيقه ان الفلوس دي بتيجي من ورا كل واحد بيموت فيهم، ومع هذا هم مستمرين، ما عندهمش مشكله نجيب فلوس زياده، ايه المشكله نكمل لعب، اللي مات دي خيبه منه والحي يبقى من الميت، فاحنا ناخد الفلوس دي. انت متخيل؟ يعني انا عارفه انك ما فكرتش في الموضوع ده قوي مع نفسك، بس فكر كده، انت موجود في مكان محبوسه فيه مجموعه من الناس، اتقالك فيهم انتوا 10 مثلا، على كل واحد بيموت فيكو هتاخدوا مثلا 100,000 جنيه، ولدرجه ان انت بقى ما عندكش مانع تخوض التجربه، وال10 دول ولا ال9 دول كلهم يموتوا، وتطلع في الاخر ب 900,000 جنيه. انت متخيل انك في ناس بتفكر كده؟ طبعا جمله بسيطه، ان الانسان انعدم من قلبه الرحمه اول ما شاف انه يقدر يجيب فلوس بطريقه سهله، حتى لو الطريقه دي هي موت الناس. عايزه اقول لك ان المسلسلات اللي من النوع دي بتخليني مخنوقه شويه، لاني بتوريك حقيقه البشر، وليس كل، معظمهم، ان هي فعلا الانسان هو الانسان، هو في ناس قذره جدا جدا وحواليك، مش الكل طبعا، البعض منهم، ان في ناس حواليك ما عندهاش مانع خالص انك تموت، عندها استعداد انك تموت وهي تكسب من وراك عادي، او عندها استعداد انها تعمل حاجه تتسبب في موتك وتقول انا مالي. ايوه يا صديق الاوتاكو، ده موجود دلوقتي، السيناريو الاسود ده احنا بنعيشه كل يوم، بدليل ان في ناس مش مقاطعه، تقول لها انتوا مش مقاطعين ليه؟ يقولوا لك عادي، انا نفسي في كنتاكي ولا بيبسي، ولا نفسي في الشيبسي، ولا نفسي مش عارفه ايه ستينج، ولا حاجات اللي هي بقت خلاص بيزكس عندنا انها مقاطعه لانها بتتسبب في موت ناس تانية. يقول لك لا انا مالي بيهم، انا عايز اكل انا. ايوه صديقي الاوتاكو، سكويد جيم ده احنا فيه كلنا عادي يعني. هتقول لي ازاي يا ايه ربطتيها كده وانتي بتلزقيها وخلاص؟ اقول لك لا مش بلزقها، فكر معايا، هي كده سيم والله، هي نفسها، ما تقوليش لا دي بعيده، مش بعيده خالص. خلصنا من النقطه دي، عايزه اكلمك في حاجه مهمه، ان سكويد جيم انتاج شركه نتفليكس، اللي هي برضو مقاطعه. انا ما شفتهاش على فكره على نتفليكس، انا شفته عادي مسروق يعني عادي، وشفته بس عشان خاطر انا صناعه محتوى ومحتاجه اتكلم عنه. فطبعا نتفليكس احنا مقاطعينها لاسباب واضحه جدا، اهمها اللي كانت موجوده برضو في الموسم ده التحول الجنسي، اللي هو لازم يجيبوا لك في المسلسل راجل عايز يتحول لست، او ست عايزه تتحول لراجل، ده طبيعي، بقوا عارف مفتوحه كده في اي مسلسل من انتاج نتفليكس هتلاقيه موجود. وطبعا لازم يجيبوا لك مشهد غير لائق في الحلقه الاولى، في الحلقه الثانيه، في الحلقه الثالثه، لازم يجيبوا لك مشهد وخلاص، زي ما حصل برضو في المشهد الاول، حاجه كده ملهاش لازمه خالص طلعت في وشك كده، اللي هو استغفر الله العظيم يا رب. صديقي الاوتاكو، دي عقيدتهم وده منهجهم وده اللي هم متبنيينه، عشان خاطر الجيل ده والجيل اللي طالع وحتى الجيل القديم طول ما هو بيتفرج على الحاجات دي دماغه تترجم ان هي حاجه طبيعيه عادي. ما راجل عايز يبقى ست، ما تسيبوه يا جماعه، دي حريه شخصيه. هي مش حريه شخصيه، هي دي حاجه
حاجه حرام وغلط وهتخش النار بعدها على طول، مش حريه شخصيه. فبليز وانتوا بتتفرجوا على اي حاجه لما بتشوفوا المشاهد دي بلاش تتعاملوا معاها على انها حاجه عاديه، هي مش حاجه عاديه، ما ينفعش تترجم معاكم خالص على انها حاجه عاديه، ده حرام صرف. ودلوقتي هننتقل للجزء الثاني من الفيديو في انميات تشبه سكويد جيم. عايزه اقول لكم ان حرفيا عملت مجهود كبير، مش انا لوحدي، انا واخويا الكبير بنحاول نلاقي انميات تشبه سكويد جيم تكون لائقه شويه محترمه، لان طبعا النوع ده من الانميات برضو بيبقى فيه لازم يدسوا لك حاجات كده مش كويسه في النص. فطلع عينينا بجد عشان الاقي الست انميات دول. هم طبعا مش كلهم، طبعا في البعض منهم اقدر اقول لك ان ده محترم 100%، محترم 80%، في واحد منهم مشهد كده يعدي وخلاص يعمل له سكيب. دول اكتر انميات انا وانا بتفرج عليهم ما حسيتش ان انا اتاذيت، يعني اتفرجت عليهم عادي. فيهم قتالات وعنف ودرمغه وضرب نار والناس كلها عايزه تخلص على بعضها، وانا عارفه ان في ناس بتحب النوع ده من الانميات، بتتغذى على النوع ده من الانميات، رغم ان انا ضده جدا. بحس ان هو مش مناسب، لاني انا اصلا بعد ما شفت سكويد جيم انا الليله كلها كنت بحلم بكوابيس، حقيقي بحلم بكوابيس. عشان كده دايما بقول الانميات دي او المسلسلات دي بلاش تتفرج عليها وانت حالتك النفسيه مش كويسه، او انت جاي من مشوار تعبان او رايح مشوار مهم. يعني شوفها في اجازه وتكون رايق حرفيا، عشان ما تعيش في دماغك هنا وتبوظها. كلام كتير كتير كتير، تعالى بقى نشوف ايه هي الست انميات دول. اول انمي معانا هو دانجن رومبا، الموسم الاول فقط. انا بقول الموسم الاول فقط، ماليش دعوه بالمواسم التانية، لان ده اللي انا شفت حلقات منه. انا اصلا ما خلصتوش، لاني زي ما قلت لك انا من النوع اللي لو شفت حلقه في 2 في 3 لقيت نفسي دماغي بدات توجعني ممكن اوقف الانمي اتفرج عليه بعدين او ما اتفرجش خالص. يعني ده بيحصل معايا، مش لازم اخلص الانمي للاخر لو لقيته ان هو مش مناسب ليا. فبس دانجن رومبا يشبه سكويد جيم، لان قصته بتتكلم عن ان في معلم دب كده، شكله دب مدبدب قوي، حبس مجموعه من الطلبه في مكان، والطلبه دول كل واحد فيهم متميز في حاجه، اذكى واحد، اشطر واحد، اكتر واحد محظوظ، اكتر واحده مشهوره، الكلام ده كله. ومطلوب منهم ان هم يا يعيشوا مع بعض لغايه اخر يوم في عمرهم في المدرسه دي، يا يقتلوا واحد فيهم ويخرجوا. طبعا الموضوع مش بالسهوله ده، اللي هو مش انا هقتل واحد وهنخرج كلنا، لا، الموضوع معقد اكتر من كده في بقيه الحلقات. المهم ان هو ماشي بنفس يعني مبدأ سكويد جيم، اقتلوا بعض او اقتل واحد واخرجوا. انا ما شفتش غير 3 او 4 حلقات من الموسم الاول وما شفتش الموسم الثاني، بس الموسم الثاني على انمي سلاير مكتوب ان هو فيه مشاهد غير لائقه، فانا بتكلم عن الموسم الاول فقط. طب هل هتحتاج تشوف الموسم الثاني بعد الموسم الاول؟ قصه الموسم الثاني لما جيت قريتها من بره حسيت ان هي لا، انت ممكن تكتفي بالموسم الاول وبس. الانمي الثاني اللي معانا وده اللي ممكن تتفرج عليه موسم اول وثاني، لان انا شفته كامل بس ما شفتش الافلام وباقي المواسم اللي نزلت منه، انا شفت بس اول موسمين، هو سورد ارت اونلاين. الموسم الاول بيتكلم عن لعبه واللاعب مربوط باللعبه وبتدخله في عالم افتراضي، ولكن مخترع اللعبه عمل ثغره فيها كده وحبس 10,000 لاعب جواها ومنعهم من ان هم يرجعوا للعالم الحقيقي، ولو مت جوه اللعبه هتموت في العالم الحقيقي. زي ما قلت انا شفت الموسم الاول والثاني منه والى حد كبير هو محترم. باقي المواسم والافلام اللي نزلت بعد كده للاسف انا ما شفتهاش، فما اقدرش اقول لك ايه اخبار. الانمي الثالث اللي معانا هو جوني تايسن، مكون من موسم واحد فقط، وبيتكلم ان كل 12 سنه بيجتمع مجموعه من المرتزقه والمحاربين، كل واحد فيهم بيمتلك سمه من سمات الحيوانات اللي بتمثل الابراج الصينيه. الابراج الصينيه اللي هي القرد، الفار، الخنزير، التنين، الثعبان، الثور، النمر، الفرخه، وبيدخلوا في قتالات شرسه لغايه ما بيفضل منتصر واحد يقدر يتحقق له اي امنيه هو عايزها. الانمي الرابع اللي معانا هو فايت زيرو، وعباره عن موسمين، وبرده لحد كبير ما فيهوش مشاهد غير لائقه الحمد لله، وبيتكلم عن حرب الكأس المقدس اللي بتحصل كل 10 سنين ما بين 7 عائلات مرموقه. كل عائله بتمتلك ساحر عنده القدره انه يستدعي روح محارب قديم وقوي، زي مثلا الاسكندر الاكبر، الملك ارثر، وبيدخلوا في منافسه طبعا هم ال7 درمغه، والمنتصر بيحصل على الكأس المقدس وتتحقق له معاه امنيه. طبعا وسط ال7 محاربين اللي انت ممكن تستدعيهم دول مش بس ملوك وزي الاسكندر والملك ارثر، انت ممكن تستدعي انسان حقير مثلا قتال قتله، بس كان محارب وقوي وبهدل الدنيا في عصر ما من العصور القديمه. الانمي الخامس اللي معانا هو انساتسو كيوشيتسو او فصل الاغتيال، وده انمي مشهور جدا ومعروف جدا ومحبوب كمان، وبيتكون من موسمين.
للاسف موجود فيه بعض المشاهد الغير لائقه، بس بسيطه قوي، بسيطه يعني مش هتحسوا بيها من كتر بساطتها، ومش مؤذيه زي ما انت متخيل. والانمي ده على عكس الانمي الاول، يعني الانمي الاول هو دانجن رومبا، انا قلت لك ان هو معلم حبس مجموعه من الطلاب، والطلاب المفروض يقتلوا واحد منهم عشان خاطر يعرفوا يخرجوا. لا، الانمي ده عباره عن معلم معاه مجموعه من الطلاب دول لازم يقتلوه هو. ليه؟ لان هو لو ما قتلوهوش هيدمر العالم، لانه هيدمر القمر، فالقمر معاه هتدمر المجره، هيدمر الكوكب، هتدمر كل حاجه. فهو مطلوب من الطلاب دول ان هم في خلال سنه يقتلوا المعلم ده. المشكله بقى ان الطلاب دول هم اخيب طلاب، اللي هو من النوع اللي هو درجاتهم قليله فشله، فهو وعد بان هو يطور من درجاتهم، وفي المقابل وبرضه هيطور من قدراتهم على الاغتيال، وفي المقابل يقتلوه. هو ما عندوش مانع يتقتل. هو المسلسل كوميدي يعني، في دب درخ دب، بس برضه كوميدي. وموجود في المسلسل ده او الانمي ده واحد من افضل المعلمين اللي موجودين في تاريخ الانمي، هو كورو سينساي. الانمي الاخير اللي معانا في لسته النهارده، وهذا هو الاقرب لسكويد جيم، هو هايجي. انا حذرت منه كتير جدا كتير جدا، لانه فعلا يعني موتر، ولو حالتك النفسيه وحشه بلاش تتفرج عليه، لانه برضو هو عامل زي سكويد جيم كوبي كده. كوبي واحد فاشل في الحياه، عاطل، جاله حد وعليه ديون، جاله حد قال له تعالى على سفينه، السفينه دي هيحصل عليها مراهنات ومسابقات، ولو كسبت هتاخد فلوس تنقذك من الحياه القرف اللي انت فيها دي. وبيدخل جوه وبيلاقي برضو مجموعه من الناس بتحط رهانات عليهم وبيتاجروا بيهم، وحياه صعبه جدا. انا كايجي يعني انا شفت الموسم الاول بالعافيه كنت بتحايل على نفسي اخلصه، اللي هو حاسه انه في واجب عليا اخلصه، ايام ما كنت ماشيه بمبدا لا الاوتاكو لازم يخلص الانمي للاخر. مفيش الكلام ده، مفيش قاعده بتقول كده، احنا اللي الفناها مع نفسنا. وبدات الموسم الثاني وما كملتوش، انا لغايه دلوقتي مش مكمله كايجي الموسم الثاني، ومش هكمله اصلا، وغالبا هشوفه ملخص، لاني نفسي اعرف بصراحه هو انتهى على ايه، بس مش عايزه اتفرج عليه. ويكون افضل يعني انت لو شايف في الاستاتي دي السته اللي انا قلتهم، لو في مثلا قصه انمي جذبتك، انا عن نفسي ارشح لك اكتر انك تشوف لها ملخص على اليوتيوب، افضل من انك تقعد على المسلسل وتتفرج عليه. يعني ده هيوفر على نفسك حاجات كتير جدا، انك مثلا نفسيتك تبوظ مثلا، او تحلم بكوابيس زي ما حصل معايا بعد ما خلصت سكويد جيم. باختصار يا صديقي الاوتاكو، اللي انا عايزه ااكده عليك ان المسلسلات اللي من نوع سكويد جيم، وخصوصا الانميات اللي انا قلتها لك دلوقتي، بلاش تتفرج عليها لو انت حالتك النفسيه مش كويسه، او انت تحت سن ال 15 سنه، مش مناسبه لسنك خالص. دي نصيحتي، واتمنى ان انتوا تسمعوا بيها، يعني يكون جزا الله خير اللي يسمع بيها. اكتب لي صديقي الاوتاكو في الكومنتات رايك بخصوص الانميات اللي انا رشحتها، وهل تنصح الناس ان هم يتفرجوا عليها ولا لا. وبرده لو في موضوع معين عايزني اكلمك عنه الفتره الجايه، اكتبوا لي في الكومنتات ضروري. ولا تنسى الدعاء لاخواتنا. ولو كملت الفيديو للاخر، شكرا جدا صديقي الاوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي، هتلاقيها في الديسكريبشن، وكمان هتلاقي لينك قناه الجيمنج الجديده اللي هنعمل فيها ملخصات عن الالعاب بصوت ايجي اوتاكو ودينا بليتش، وبصوتي باذن الله. روح هناك ودوس سبسكرايب، هنستناك هناك، وقول معايا يوش ايكيموشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.